انا متاكده بزاف الا جربتوها غادي تحمقكم، لانها فعلا كتستحق انها تحمقكم، ولذيذه وكتطلع زوينه بزاف. الحاجه الرئيسيه والمكون الرئيسي هو التمر والقهوه. 10 د الحبات ديال التمر، ديال التمرات اللي كيكونوا معسلين، وكاس عامر بالماء طايب غليان، مع معلقه كبيره ديال القهوه سريعه الذوبان. غادي ناخذوا هذاك التمر نحيدوا له العلفه اولا العظم. 10 ديال الحبات بالضبط كيكونوا قياس كاس ديال العنبه. صايم بعد ما غادي نحيد لهم العظم، هذاك الماء يكون غليان كنأكد عليه اللي فيه درنا فيه القهوه، غادي نزيدوه عليه ونخليوه واحد المده ديال 3 ديال الدقائق باش ترطاب لينا مزيان هذاك التمر. وكنأكد التمر خاصو يكون معسل ودغيا دغيا كيتطحن بالبراميكسور بهذا الشكل هذا. ما توفرش البراميكسور ممكن انكم ديروا كلشي في كاس الخلاط الكهربائي. بعد ما كنطحنوا مزيان هانتوما كتشوفوا خاص ما يبقاش هاد التفرتيت، خاصو يتطحن مزيان. غادي نضيف المكونات الاخرى. اقل من نصف كاس ديال السكر، الا كان عندكم السكر البني غادي يكون احسن. غنزيدوا كذلك اقل من نصف كاس، ماشي ربع ولكن فوق الربع واقل من نصف كاس، يعني ثلث الكاس ديال الزيت النباتيه. كنطحنوا مزيان، من بعد نزيدوا 2 بيضات اللي ضروري يكونوا بحراره الغرفه، حتى هما كنطحنوا غير بالبراميكسور. هكا كيجي كلشي ساهل. مشيت سخنت الفران على 180 درجه من الاسفل والاعلى. غادي نحتاجو 2 كيسان ونص، يعني 250 غرام ديال الدقيق، مع 2 اكياس من الخميره او البيكنج باودر. بالنسبه للدقيق كتقسموا على دفعتين، كتخلطوا الكميه الاولى، عاد الكميه الثانيه كتزيدوا لها الخميره وشويه ديال القرفه اللي كتعطينا واحد المذاق ممتاز لهذا الكيك. كنخلط مزيان ونحصلوا على قوام ثقيل هكا شويه. غادي نزيدوا له 4 كاس خليط ما بين الماء غليان وشويه ديال الخل، يعني 4 كاس كتخلطوا بيناتهم. خلطوا مزيان وكتحصلوا على خليط ماشي كيف الكيك العادي، كيكون شويه كيتقطع بهذا الشكل. كتاخذوا القالب اللي ما كيفوتش 22 حتى 24 سنتيمتر باش ما تجيش رقيقه الكيكه. دهنتو مزيان بالزبده ونزلت فيه الخليط ودخلته الفران لمده 40 دقيقه. فاش دازت 40 دقيقه خرجتها من الفران. هنا باقا غير خرجتها من الفران، غنقلبها قدامكم، راه باقا سخونه وباقي القالب سخون. هانتوما راه باينه كتجي خفيفه وواحد الهشاشه فيها. ما نعاودش لكم صوص كراميل باش ما نعاودش كنطول الفيديو، راه ديجا حضرته معكم وغادي نخليه لكم في اول تعليق مع المكونات الا بغيتو. هذا راه من نهار درتو معكم يمكن شي 6 شهور، هذا هو باقي هو لان ما فيهش الحليب. وشوفوا شحال كيجي زوين بعد ما سخنته في ميكرووند اولا في حمام مائي. زينته باللوز ايفيلي كان محمر اولا مصهد واحد شويه. وهنا الصراحه باقا ما بردات وغادي نقطع معكم. كتجي هشيشه واحد درجه ما تصوروهاش، كتجي بنينه. المذاق ديال التمر ومصابي لازمتو معها حتى شويه ديال الكركاع في الحشوه. هكا انا ما بغيتش نزيد شي حاجه باش ما تكونش مكلفه وكاع البنات يجربوها. فان شاء الله كوصفات جايه غادي يكون خليط من المكسرات في الكيك وحتى من انواع ديال الدقيق في الحلويات. طبعا الا كنتوا وافقتوني الراي خاصني نشوف بزاف ديال لي كومونتير باش نعرف انه فعلا نتوما مهتمين. جربوا هذا الكيك على حسابي.